صباح الفل والورد والهنا والياسمين حبايب قلبي. تعالوا نعمل مع بعض كذا صنف من الفطار. ماشي، دلوقتي عملت باذنجان يعني بالعجينة، ماشي، بالخلطة يعني خلطة عجينة. جبت توم، كوباية لبن، 3 معالق دقيق، ملح، توابل، ليمون. جيت مقلبه كله ببعضيه لغاية ما اداني القوام بتاع عجينة الكريب. ماشي، جيت منزلة في الباذنجان والملح وهتنسيه، هسيبيه قد نص ساعة وترجع تقليه، يطلع معاكي طعمه يجنن. جيت عاملة جنبيه طحينة بالزبادي. جبت علبة الزبادي، حطيت ليمونة، ملح، حبة زيت، الطحينة. جيت حطاهم وفضلت اقلب طلعوا بالشكل ده. بعد ما طلعت الباذنجان طبعا جيت برضو حاطه كم واحدة باذنجان، حبة خضرة عشان نفتح نفس العيال. لو حد يعني ملوش جوه في الاكل، اول ما يشوف المنظر ده والله العظيم هياكل. الله اكبر. شايفين برضو حبيت ان انا اجيب لكم معاه الخلطة. بص ازاي تبقى بالقوام ده، ما تبقاش خفيفة ولا تقيلة. شايفين نزلت فيها الباذنجان وتركتها زي ما قلت لكم نص الساعة. جيت طبعا جبت عجينة طعمية. بعد ما طلعتها رصتها بمنظر حلو كده شهي. خلاص نيجي حاطينه برضو. حتى لو عندك اختك جايه تفطر معاكي، اخوكي، اعملها الحاجة الحلوة دي، يبقى شكلها حلو كده على السفرة وانت اما تاكلي على الطبلية. ماشي، ونيجي عاملين شوية فول ببيض. عملت هنا شوية فول ببيض، ماشي. عملت حبة طعمية، قطعت برضو طماطماية وبصلاية وحطيت عليهم ملح وليمون، دي اهم حاجة عندي. شايفين الجمال؟ يلا اعملوا الفطار الجميل ده وهيعجبكم. وفلفلاية برضو مقلية معاهم. بعد ما نطفي الطعمية نيجي حاطين الفلفل، بعد ما نطفي على الزيت ونطلع اي حاجة منه نيجي حاطينها. مش هياخدوا دقيقتين وهتلقوهم بالمنظر ده وانت طافي. يلا اعمل الفطار ده وقولي لي رأيك في التعليقات. يلا سلام.